السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وهنا وسعادة ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض القرص الطرية الجميلة دي. شايفين شكلها ولونها؟ ايه رأيكم بقى؟ ولا توريقتها ولا ريحتها؟ ايه رأيكم؟ يلا تعالوا نشوف المقادير سوا مع بعض. عندنا هنا كيلو دقيق، عليه اهو كيلو دقيق، عليه ان شاء الله رشة ملح، وعليه 3 معالق سكر. كل ده انا حطاه على الدقيق، وعليه نص معلقه صغيره بيكنج باودر، وعليه كمان كيس خميره اللي هو 10 جرام ده. خلاص. وبعدين عندنا زبادي، وعندنا قشطه معلقتين، وعندنا لبن، كوبايه زيت مع سمنه. وابتدي ان انا اقلب المواد الجافه زي ما انتم شايفين على بعضها كده. خلاص. وبعد كده انزل بالزيت والسمنه اهو. شايفين؟ باخد طبعا كل اللي في الكوبايه، وابتدي ان انا ايه، ابس الدقيق مع السمنه. عايزه اشرب حبات الدقيق بالسمنه والزيت. خلاص. في المرحله دي اللي عايز يستخدم سمنه بس او زيت يستخدم، بس الاتنين مع بعض بيبقوا يعملوا كده ايه، يعني طعم احسن، وبيعملوا كمان هشاشه في القرص. خلاص. هنا بقى زي ما انتم شايفين انا ايه، كل حبات الدقيق بايه، يعني ابتديت ان انا ايه افركها مع السمنه والزيت، وابتديت انزل بالقشطه اهو، معلقتين قشطه بس من وش اللبن كده. خلاص. وابتديت ان انا ايه اقلب كده، وبعدين هنزل باللبن. ده لبن مع ميه يا جماعه، كوبايه ونص لبن او كوبايه وربع، دول حبه من ريحه السمنه البلدي كده. نزلت بيهم، قلت اجربها. خلاص. وهبتدي انزل باللبن. انا معايراهم كوبايه زي ما انتم شايفين اللي هي بتاعت السمنه والزيت وربع. جيت انزل بالزبادي ما نزلتش. قلت ايه اعجن الاول بالميه واللبن. انا كنت طبعا خلطه الميه باللبن على بعض، يعني ميه دافيه. وابتديت ان انا ايه ادمجهم كده واقلبهم مع بعض. شايفين العجينه طريه ازاي تحت ايدي؟ وبعد كده نزلت كوبايه الزبادي. خلاص. وهبتدي ان انا ايه اعجن كده، واشوف العجينه كده هتحتاج مني تاني ميه او مش هتحتاج. هي العجينه طبعا كده يعني مظبوطه وطريه ازاي تحت ايدي، اديكوا شايفينها عامله ازاي، مش هتحتاج ولا ميه ولا اي حاجه تاني. خلاص. الدقيق ده طبعا بالنظر، والعجينه بالنظر يا جماعه. هنا اهو كانت خلصت عجن فيها. شكلها بعد ما اتعجنت، بصوا شكلها عامل ازاي، ما شاء الله عليها. طبعا اللي بيثبت نجاح العجينه ان احنا نيجي نكورها ونضغط عليها. لو اتشققت يبقى عايزه ميه، ما اتشققتش يبقى كده تمام التمام، وهي مش محتاجه اي حاجه. طبعا هسيبها تخمر في مكان دافي لحد بس ما ترتفع، ممكن نص ساعه او ربع ساعه على حسب المكان. هنا كانت اختمرت خلاص. جبت الصواني هنا، وابتديت ان انا اشكل. انا هعمل النهارده ان شاء الله ساده، وهعمل بالعجوه. جبت قطعه من العجينه، وابتديت ان انا اكورها على ايدي كده قوي قوي لحد ما نعمت، وفي صواني مش مدهونه اي حاجه. وابتدي انزل بالايه بالقرص، وابتدي ابطط كده وانزل بيها. اجيب العجينه، ابتدي ان انا اكورها كده على ايدي جامد لحد ما تبقى ناعمه، وانزل بيها في الصينيه. طبعا بعد ما اضغطها زي ما انتم شايفين بايدي التانية اهو. هكذا عملت كذا واحده معاكم اهو من الساده. اظن الساده دي سهله جدا، واي حد يعملها في لحظه، مش محتاجه. خلاص. اهو زي ما انتم شايفين. هنيجي بقى لام عجوه، برضو سهله وبسيطه، ويعني مش محتاجه اهو. يعني ممكن الواحد وهو واقف بيعمل حبه كوبايه الشاي ممكن يعمل القرص دي. خلاص. هنا بقى برضو مسكت العجينه كورتها، وابتديت ان انا اجيب العجوه دي. دي عجوه يا جماعه كانت ببذرها، انا شلت البذر وايه وعجنتها بايدي وكورتها زي ما انتم شايفين على قد ايه القرصه. خلاص. زي ما انتم شايفين كده، احط افتح واحط واكور القرصه كويس قوي، وبعد كده اضغط عليها بكلوة ايد عشان طبعا العجوه بتبقى ناشفه شويه. واحده كمان. امسك العجينه وابتدي اكور وافتحها من النص، احط العجوه، وابتدي ان انا الفها وبكلوة ايدي اضغط عشان افرد العجينه مع العجوه او العجوه مع العجين. خلاص. هسيبها طبعا تختمر. هنا اختمرت خلاص. قلت بقى اجيب السكينه وادي ايه اميز ام عجوه عن التانية شويه، وكمان عشان ما ترتفعش او تخمر في الفرن زيادة عن اللزوم.
اديتها كده خطين بالسكينة زي ما انتوا شايفين. خلاص. والتانية كمان برضو اللي كانت بالعجوة اهو، عشان بس تميزها لي، وعشان زي ما بقولكوا ايه ما تختمرش وترتفع اوي زيادة عن اللزوم في الفرن. والتانية جبتها شرحه برضو اللي هي السادة دي، هعملها كده بالشوكة اخرمها. طبعا هدخلها الفرن على طول على درجة حرارة 200، هتاخد سوا من تحت، وبعد كده اولع عليها الشواية لمدة ربع ساعة. انا اول ما اشوفها استوت من تحت واحمرت ابتدي اولع عليها الشواية واخرجها اغطيها عشان تفضل طرية. خلاص ده شكلها، ديني بخرمها اهو قدامكم، وده شكلها النهائي بعد ما طلعت من الفرن وغطيتها طبعا. اتمنى تجربوها وتنسوش اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة